سمعتم عن مهاجرين حققوا أحلامهم في أمريكا. لكن هل سمعتم عن خروف تونسي أصبح نجماً في الولايات المتحدة؟ في عام 1799 أرسلت تونس هدية ملكية إلى الرئيس جورج واشنطن، 10 خراف من سلالة الذيل السمين، معروفة بلحمها الطيب وقدرتها على التحمل. لكن من بين ال10 لم ينجو سوى 2 في الرحلة عبر المحيط الأطلسي، 2 فقط، لكنهما غيرا التاريخ. وصلا إلى ولاية بنسلفانيا، وهناك أحبهما الفلاحون الأمريكيون، وبدأوا في تهجينهما مع خرافهم المحلية. ومع الوقت ظهرت سلالة جديدة، الخروف التونسي الأمريكي، بوجهه الأحمر وصوفه الأبيض وذيله المميز. أصبح من أقدم السلالات وأكثرها حباً في أمريكا. اليوم ما زال يربى في مزارع كثيرة عبر البلاد، دليل حي على أن حتى خروفاً بسيطاً يمكن أن يحمل إرثاً عظيماً، وذاك الإرث بدأ من تونس.